يا هلا فيكم. اليوم بسوي معاكم الباجية اليمنية بأفضل وأحسن طريقة، وفيها نفشة وخفة بدون ما نستخدم البيكنج باودر، ومقرمشة لأبعد الحدود. ويلا نشوف المكونات مع طريقة العمل. في البداية نحتاج كوبين من الدجر أو اللوبيا الحب اللي تكون بوسطها أسود، نحتاج منها كوبين. نغسلها، وبعد ما غسلناها الحين نغمرها بالماء الفاتر ونسيبها أو نتركها طول الليل أو ليلة كاملة. وبعد مرور ليلة كاملة نصفيها من الموية الموجود. شوفوا كيف تضاعف حجمها. الحين راح صفيتها من الماء الموجود، ونضيف عليها بصلة صغيرة أو ربع حبة بصل كبيرة، بس الربع، وربع كوب من الكراث، وإذا ما عندكم كراث ممكن تستخدموا ورق البصل الأخضر، وربع كوب من الكزبرة. بس هذا المقادير الخضار: كزبرة وكراث وبصل. نحركهم بشكل جيد. وبعد هذه الخطوة نجيب محضرة الطعام ونضيف اللوبيا مع الخضار، وطبعا نضيف القليل من الماء. لازم نفرمها بشكل ناعم، بس راح أرويكم طريقة حلوة للفرم عشان ما نزود الموية. الحين راح أفرمها حتى تصير 3/4 أو نصها مفرومة، ولأن الفرامة يعني مو حجمها كبير فحنفرمها نصها تقريبا، ونفك الغطاء ونضيف الباقي. هذه الطريقة عشان ما نكثر الموية، يعني لو سويتها على دفعتين إلا ما نضيف موية، بس لما نسوي بهالطريقة ما راح نضيف موية كثير. وأفرمها حتى يفترموا شوي، وأرجع أحط وكذا لحد ما تخلص كل الكمية. هي الكمية مو كثيرة مرة. شوفوا، نفكها نحاول نحركها. ترى سريعة جدا بس عشان التصوير، فيجي مثل الخطوات أعطيكم إياها عشان تفهموا بس. ونكمل فرمها. طبعا لو الفرامة اللي عندكم أصغر من هذه فراح تسووها على دفعتين، وراح أعلمكم الطريقة اللي تخفف منها الموية بعد ما تنتهوا منها تماما، لأنه مو حلو لما تكثر فيها الموية. أنا تقريبا خلصت كل الكمية مثل ما علمتكم. كل ما انفرمت شوي حطيت ملعقتين حتى خلصتها. شوفوا، لازم تكون بهذا القوام، قوام ناعم، عشان ما نضيف لها طحين. لازم تكون قوام ناعم. طيب، الحين راح أحطها بوعاء. طبعا إذا حسيتوا إنه فيها موية كثير فإيش راح تسووا؟ راح تحطوها شوفوا أنا حطيتها بالمشن أو المنخل، عشان ينزل الموية. ضغطت عليها ضغطتين في المنخل، رغم إني ما كثرت الموية كثير، بس يعني أحسن ما يكون فيها موية عشان ما تزعجني في الزيت. وأنتوا نفس الشيء، إذا حسيتوا نفسكم كثرتوا الموية في الخليط راح تصفوها بالمشن أو المنخل هذا حتى ينزل الموية منها ونستخدمها. الحين راح أضيف لها نص ملعقة من الملح، وملعقة صغيرة مليانة من الكمون المطحون، وربع ملعقة صغيرة من الكركم، وملعقتين طعام من معجون البسباس العدني. إذا ما عندكم من معجون البسباس العدني حطوا ملعقتين من دبس الفليفلة الباردة مش الحارة، ونحركهم مع بعض. طبعا ما نضيف أبدا دقيق ولا بيكنج باودر. وعشان أعالج هذا الأمر وتكون عندي هشة وخفيفة وحلوة، نضربها بالخلاط الكهربائي إذا توفر عندكم، وهذه الحركة راح تعطيها هشاشة وخفة، ويدخل فيها الهواء، تحسوا كأنها فيها بيكنج باودر وإحنا مش حاطين فيها نهائيا. ولاحظوا كيف الخليط نفش وتضاعف حجمه، لأنه الهواء دخل في الخليط، في خليط الدجر.
وإذا ما عندكم هذا المضرب اعملوه بالمضرب اليدوي بقوة كذا حتى يدخل فيها الهواء. وبعدها نقرصها بهالشكل ونحطها في الزيت الساخن. بس أنا حبيت إني أحط لإيدي بعض الدهن عشان ما تلصق بإيدي كل ما لقمتها للزيت. فحطيت كوب من الماء على جنب و3 ملاعق من الزيت. بهذه الطريقة تضمنوا إنها تقرصوها بسرعة للزيت وبدون ما تلصق بيدكم. طبعا ندهن إيدنا بهذا الخليط، وهذا الخليط جدا ممتاز، أحسن من لما تخلوها كلها زيت. المهم بعدين قرصناها وحطيناها في الزيت الساخن، درجة الحرارة تكون وسط. بعد ما نحطها في الزيت ما نحركها عشان ما تتعجن أو تتفعص من الملعقة، نخليها حتى تحمر شوي وبعدين نبدأ نقلبها. تحمر من تحت طبعا. شوفوا بدأت تحمر من تحت. الحين حركتها، وأنصحكم تحركوها بالملعقة، الملعقة أحسن من الملعقة الكبيرة. شوفوا نحركها بسهولة بدون ما نزعج الحبات اللي جنبها، لأنه أحيانا تكون حبة محمرة وحبة لسه ما تحمرت، لسه معجنة. فلما نستخدم الملعقة الكبيرة ممكن نفعص أو نخرب الحبة اللي اللي لسه ما استوت، عشان خاطر نحرك اللي استوت. إن شاء الله فهمتوا. وبس تحمر طبعا هي ما تاخذ وقت طويل تكون جاهزة. ونكمل بقية عجينة الباجية بنفس الطريقة. وإذا شفتوا الزيت حار زيادة عن اللزوم ممكن توطوه حتى يهدأ شوي. بعد ما تخلصوا تلقموها خلوا النار وسط. طبعا تحاولوا انكم تعبوا المقلاة او الطاوة احسن عشان تخلصوا بسرعة من الكمية، وخلوها تاخذ لون زيادة عشان تبقى مقرمشة فترة اطول بعد ما نطلعها من الزيت. معلش صوتي اليوم شوي متغير علشان يعني تغير الجو كده، معلش. المهم بعدين شلناها من الزيت وصارت معانا جاهزة. وسبحان الله هذه الوصفة تطلع ناشفة تماما من الزيت. الحين نسوي مع بعض صوص التغميس. نحتاج معجون البسباس العدني أو دبس الفليفلة، نحط عليه نص ملعقة صغيرة ملح وملعقة صغيرة كمون أو نص ملعقة صغيرة كمون، وفلفل حار وثوم مفرومين بشكل ناعم، ونقلب فيهم. وبعدها نضيف شطة، ملعقتين 3 ملاعق من الشطة، ونحركها وتكون معانا جاهزة. مرة لذيذة هذه صلصة التغميس، مش طبيعي الطعم أبدا. وتكون وصفتنا جاهزة، الباجية والصوص، صوص التغميس. مقرمشة لأبعد الحدود وطعمها جدا لذيذ ما يتفوت أبدا، ألذ من الفلافل بمراحل. أشوفكم على خير.